باريس تعتبر واحدة من المدن المشهورة جدا والمعروفة بالرومانسية والثقافة والموسيقى والموضة وغيره كتير، ولكن هل تعرف ان في متلازمة نفسية اسمها متلازمة باريس؟ المتلازمة دي بتحصل للسياح اللي بيروحوا باريس لأول مرة، وخصوصا السياح اليابانيين. وطبعا باريس من المدن اللي بيزورها ملايين كل سنة، والسياح طبعا بيكونوا رايحين هناك وهم معلين سقف التوقعات بتاعتهم للمدينة دي، لان خلاص بقى هيشوفوا الايفل تاور والشانزليزيه والفار الطباخ والحاجات دي. ولكن سقف التوقعات ده بيتدمر على دماغهم اول ما بيوصلوا هناك، لان للاسف بيتفاجئوا ان المدينة زيها زي المدن الكبيرة التانية العادية اللي فيها زحمة وفيها دوشة وروايح مش كويسة وشحاتين ونشالين وزبالة مرمية في الشارع، كمان المعاملة اللي مش قد كده من اهل البلد. السياح اول ما بيشوفوا الكلام ده بيحصل لهم المتلازمة اللي احنا بنتكلم عليها، بيحصل لهم بقى شوية اعراض كده زي قيء ودوخة ومش عارف ايه ومفاجأة وحاجات. ولكن المتلازمة دي تعتبر مثال صارخ على سقف التوقعات العالي قوي، ومنها نقدر نقول ان انت لازم تقلل سقف توقعاتك في اي حاجة انت مقبل عليها، لان السقف اللي انت رفعته ده ممكن في وقت من الاوقات يقع على دماغك. خلينا ناخد مثال، مثلا واحد لسه مخلص ثانوية ورايح الكلية بقى جديد، في الغالب بيبقى عنده شوية توقعات كده زائفة عن الكلية، معرفش هو جابها منين. بيبقى شايف الحياة بعد الثانوية زي سبونج بوب كده، بيبقى شايف الحياة كلها قلوب وورود وقوس قزح ومش عارف ايه وبتاع، لكن لما بيروح الكلية هيكتشف ان هو عادي جدا، مبنى قديم متهالك في الغالب يعني، وان في دكاتره ما بتشرحش، ولان دكاتره بيقعدوا بالثلاث ساعات يتكلموا وانت مش فاهم منهم اي حاجه. الواد يا عيني تلاقيه مثلا اول على الثانويه العامه وفي الاخر يروح الكليه ياخد صفر في اول سيكشن، وفي الغالب هيروح في اخر اليوم الشمس عاملاه ميديوم رير. طبعا ده ممكن يخليه يحبط وممكن ما يروحش الكليه لحد اخر الترم. فتقليل سقف التوقعات بيقلل خيبات الامل والاحباط شويه، لان انت لو متوقع ان يجي لك الف وفي الاخر جالك سين، في الغالب هتزعل وتتضايق وتقعد تقول بقى ليه يا جماعه ومش عارف ايه واشمعنى انا وبتاع. فحاول انت ما تشوفش الحياه ورديه قوي عشان ما تحبطش. برضه في سبب من الاسباب ان انت لازم تحافظ على تركيزك وهدوءك، لان التوقعات العاليه بتشغل تفكيرك دايما وتقعد بقى تفكر هتعمل ايه وتدخل في دوامه من التفكير. يعني مثلا الناس اللي بتسافر وبتبقى متغربه لسنين كتير، الغالب بيبقى راجع بقى متلهف ان هو يقعد مع الناس قرايبه ويحضر فرح فلان ويروح بقى يخرج مع فلان، ولكن في الغالب لما بيرجع بيلاقي ان الدنيا مش زي ما هو كان متخيلها. الافراح اللي فاتته وهو مسافر مش هتتكرر تاني، الاحداث اللي حصلت وهو مش موجود مش هترجع تاني. طبعا هو كان جاي متلهف ان ده كله يحصل لما يجي، ولكن هم يومين هيرحبوا بيه واهلا وسهلا والحمد لله على السلامه وخلاص. يمكن الحاجه الوحيده دلوقتي اللي ممكن مثلا تعلي سقف توقعاتك وانت بتتعامل معاها الواد اللي على الفيسبوك بتاع الاهداف في الستوري ده. تخيل واحد مكرس حياته ان هو يتفرج على الماتشات زيه زيك، لكن كمان بينزل لك الاجوان في الستوري عنده اتش دي. حرفيا لو في ماتش بيتلعب في القاره القطبيه الجنوبيه هيجيب لك الاهداف بتاعته وتلاقي عنده اتش دي برضه. ممكن دلوقتي حد يجي يقول لي انا كده لو قللت سقف توقعاتي ممكن ابقى متشائم ومش هبقى طموح خالص، والحقيقه ان في شعرايه صغيره ما بين انك تبقى متشائم وان انت مقلل سقف توقعاتك. يعني لو انت مقبل على اي حاجه لازم في الاول تبقى عارف حجم قدراتك وامكانياتك، يعني في الوقت الحالي انت معاك ايه وتقدر تعمل ايه. تاني حاجه لازم تحط اهداف واقعيه، ما ينفعش تبقى في ادبي وتقول انا عايز اطلع طبيب جراح. ثالث حاجه لازم تركز على السعي والتوكل على الله، لان انت بعد ما عرفت امكانياتك وقدرت ان انت تحط هدف ملموس وحقيقي تقدر بعد كده ان انت تسعى لتحقيق الهدف ده، وفي الغالب مش هيكون فارق معاك النتيجه قوي، او مش هتتصدم لو طلعت النتيجه مختلفه عن اللي انت كنت حاطه. اسف على الترانزيشن الغريبه دي، ولكن في حاجه نسيت اقولها، وهي ان انت برضو لما تبدا في اي حاجه جديده هتلاقي في الاول ناس كتير بتدعمك وتشير لك الحاجه اللي انت بتعملها وتشجعك بقى ومش عارف ايه وبتاع، لكن مع الوقت هتلاقي الناس دي مش موجوده بعد كده، واللي اتبقى معاك حوالي 4 5 6 بالكتير قوي. فالمعظم في الغالب بييأس ويحبط بعد ما بيشوف ان الناس اللي هو كان بيدعموه مش موجودين، لان هو متوقع ان هم يشجعوه دايما في اي حاجه هو بيعملها. ولكن الطبيعي ان هم ما بيبقوش موجودين غير في الاول، ان هم يزقوك الزقه اللي في الاول، وبعد كده كل واحد بقى بيشوف حياته. وعندك مثلا الواد اللي بيبقى لسه نازل الجيم بيبقى متوقع ان هو بعدها بيومين هيبقى عنده عضلات جامده وبتاع، ولكن هو للاسف ما يعرفش ان الجيم محتاج مش اقل من 3 شهور التزام مثلا عشان يبدا يظهر عليك اعراض انك بتروح الجيم. فحاول انت تقلل سقف توقعاتك وما تعليهوش قوي عن 2 متر 70 عشان ما تاخدش مخالفه وتطلع غرام. في النهايه حاول انت توازن ما بين التشاؤم والطموح والتوقعات العاليه والتوقعات القليله، وتدرس اي حاجه انت داخل عليها وتعرف امكانياتك عشان ما تتفاجئش بالنتيجه في الاخر. وافتكر ان الحياه قصيره ما تضيعهاش في الاوهام، وحاول تعيش الحاضر.